وحوي يا وحوي ده كلام مش نحوي، الكلام ده فرعوني. ركزوا بقى واسمعوني. القدماء المصريين من يومهم كرياتيف ومسيطرين، وفي كل حاجة جديدة تلاقيهم باصمين. وكلمة وحوي الصغيرة دي اتاريها مش كلمة، دول كلمتين. وحى يعني ظهر بعد اختفاء، ودي عبارة عن نداء. اما بقى بالنسبة لإيوحى، فإيوحى ده كان بيمثل عندهم ملاك القمر، فبقت الكلمة على بعض وحوي يا وحوي إيوحى يعني اظهر يا قمر. أما الفراعنة دول عليهم حاجات، كانوا فعلا ناس قمر. بس في كمان رواية تانية بتقول إن إياحة دي نسبة للملكة إياحتب التانية، والدة الملك أحمس اللي طرد الهكسوس من مصر. فراحوا المصريين يحيوا الملكة بمناسبة النصر، وقعدوا يقولوا واح واح إياح، يعني تعيش الملكة إياح. أما بقى الرواية الثالثة عشان تعرفوا إن المصريين دول فلتة، فبتقول إيه؟ إن وحوي يا وحوي إياحة استخدمها المصريين في العصر الفاطمي لما صنعوا أول فانوس ونوروا بيه الشوارع في شهر رمضان، ومن يومها بقت عادة وقاموس. وسواء بقى كانت إياحة ولا إيوحة، فالمصريين من يومهم ودايما موجودين في اللوح. وسؤال الحلقة للي كان مركز في كلامي، هو مين الملك اللي طرد الهكسوس من مصر؟ الشاطر بس اللي هيكتبوا لي في الكومنت. ودي كانت حكايتنا النهارده، استنونا بكره في حكايه جديده نتمنى تبقى ليكم مفيده، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان ايام وليالي سعيده. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير.